انت ممكن تأجر هنجر كبير وتخزن فيه قطع الاساس اللي ما تاخدها اثناء شغلك من الزباين بدل ما يرموها وتتباع بتراب الفلوس وتعمل منها بيزنس. والله يا صاحبي مش عارف اقول لك، انت تعرف المخزن هنا مترين في متر ما يأجروه ب50 دولار 60 دولار عشان تأجر هنجر زي ما انت ما تقول. مساحة كبيرة عايز لك 1000 دولار اقل حاجة. وتاني حاجة الحاجات دي انا صراحة مش معرض اخدها، يعني الزباين كذا مرة يعرضوا علي خد الحاجات دي عصام. يعني في زبون مخلص له شغل وكان عنده اجهزه كهربائيه يابانيه اصلي، بس مين في دماغ يشيل ويحط وعايز لك مكان تحط فيه، يعني عايز تفرغ وانا ما فاضيش. بالنسبه لشغل السيراميك انا رئيس صناعي سيراميك، هو صح في بزنس حلو ده اللي احلى من ده كمان. انت لو تطلع بعربيتك سبت وحد ده بزنس مرتاح برضه، بس يكون برضه في سنده جنبه. تطلع زي كده بعربيتك يوم السبت ولحد، الامريكان كلهم ما يحطوا قدام بيوتهم حاجات مش محتاجينها، تلفزيونات وكمبيوترات ودواليب كل ما تشتهي فيه الانفس. يقول لك بدل ما ارميه احطه قدام البيت فري واي حد يكون محتاجه ياخده. يعني دي خصله حلوه فيهم، يحبوا يساعدوا بعض ويساعدوا الناس اللي ايه ما عندوش قدره يشتري مثلا. يعني تلاقي سيرر دواليب تلفزيونات لابتوبات كل حاجه. ان شاء الله في يوم اطلع بالعربيه وافرجكم باذن الله. يعني انا من زمان عايز اعمل الفيديو ده والله. وفي حاجه تانية برضو الماركت بليس. عندك الماركت بليس ده بالصلاه على النبي على الفيسبوك، تلاقي عليه حاجات برضو فري ببلاش. لو انت برضو هتمشي في الشغلانه دي وتأجر زي ما انت ما تقول، هتلم حاجات من الماركت بليس على الفيسبوك بس تتغرى منك اياها بنزين. يعني تروح بالعربيه تشيل الحاجه وتجي. انا دايما اخش زي كده القى حاجات انتريهات مثلا كنب ثلاجات حاجات كتير فري ببلاش، يقول لك بس تعال شيلها. فهنا في صراحه في يعني مصالح كثير تقدر تعملها. بس انا راجل شغال زي كده ما ابقى متفرغ لشغلي ده. الدولاب والحاجه اللي انا عرضتها دي لان الراجل قال لي عصام دي خشب اصلي خدها انت استنفع به او خليها عندك في البيت انا مش محتاجها. فانا عرضتها صراحه للبيع وقلت اللي يشتريها يعني، بس مش اشتغل فيه. بس لو عايز تخزن زي كده عايز لك حاجه يعني جراج مثلا ب1000 دولار ولا حاجه تأجر فيه. لكن هنا في مصالح تقدر تعملها من وراء الحاجات المستعمله مثلا دي والاجهزه اوه كتير كتير قوي بس اللي يشيل. يلا تحياتي ليك وشكرا على النصيحه.